السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين، يرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واكثروا من الصلاة على حبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد. عملت اللايك ولا لسه؟ صليت على النبي؟ طب الشير بتاعك اللذيذ الجميل يعني مش هيخسرك حاجه، والله ما هيخسرك حاجه. ده شير بس كده، اعمل شير يمكن يعني تكون سبب في اي حاجه حلوه تعملها. ما علينا، خلينا نخش في موضوعنا، وهو اعلان الاهلي الجديد. وبقول لك ايه، لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش تقعد على قهاوي. مزعلاك الكلمه دي صح؟ طب انت لو مش اهلاوي بلاش تقعد على القهاوي، عشان الاهلي بيجيب الجون في اخر دقيقه، وهي دي الحقيقه. طب لو مش بيكسب برضه هشجعه، الاهلي في دمي. الاعلان اللي اثار الجدل في الفتره الاخيره، ويقول لك اسقاط اعلان اتصالات. ليه يا عم اسقاط؟ بيقول لك اصل جايبين عربيه اسعاف فيها لون ابيض فاحمر. ماله اللون الابيض فاحمر؟ ما هو ده بيدل على نادي الزمالك، وجايبين واحد مجنون وبتاع. طب ما هو بيدل على نادي الزمالك. طب ما هو مفيش اسعاف في الدنيا كلها او حتى في مصر ابيض فاحمر؟ لا. طب في، امال مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ لا مش جاي معانا. لا ده مشكله الانقح بقى، اللي بيقول لك مقاطعه جماهير الزمالك لشركه اتصالات. طب ما تقطعوه. انت عارف لو قطعت 10 قطعوا شركة اتصالات، في 3000 واحد هيخش شركة اتصالات اهلاويه. فانت بالنسبة لك انت اللي انت بتعمله ده كله ملوش اي 30 لازمة. وبعدين حاجة مهمة، الناس عاملين حالة، وانا اكن التقدير والاحترام لكل الناس او اي حد هذكر اسمه، لكن انا بتكلم على حاجة معينة هو بيتكلم فيها. متحدث الرسمي باسم نادي الزمالك طالع بيتكلم، بيقول لك ان اللي بيحصل ده اسقاط على شركه اتصالات، وان ده ما ينفعش ولازم نعمله مقاطعه لشركه اتصالات والكلام ده كله. تمام زي الفل. عشان ايه؟ عشان الاسقاط اللي حصل في الاعلان، وان هم بيسيئوا لكيان نادي الزمالك العظيم، اعظم قلعه رياضيه في مصر والشرق الاوسط والوطن العربي والجيزه وميت عقبه. تمام. طلع يعمل مقاطعه عشان خاطر اعلان يخص كرة القدم. طب بالنسبة لاخواتنا اللي لما جه قال ان هيكون في مقاطعة للحاجات اللي هي بتخص اللي ما يتسموش، عشان خاطر انت تبقى مساندة ودعم لاخواتنا على الاقل في فلسطين، انت تأثر على الناس دي بحاجة ان هم ما يأذوش اخواتنا. طلع هو قال لك ايه؟ قال لك لا، هم ما لهمش ذنب، في ناس شغالة وفي ناس بتاكل عيش، انت كده بتقطع عيش وارزاق الناس دي. انت اتكلمت عن الموضوع ده وقلت في القضية ان ده مش مهم يتعمل عشان في ناس ارزاقها هتتقطع. طب انت لما تعمل كده وتقول على شركة اتصالات اللي برضه فيها ناس وخدمة عملاء، ناس رزقها واكل عيش هيتقطع، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر كرة قدم بقى، تخص اهلي، تخص زمالك، تخص اسماعيلي، تخص الجن ابن العفريت. فانت برضه بتتكلم على حاجه مالهاش علاقه، دي كوره في الاول وفي الاخر كوره. لكن لما تيجي تتكلم على قضيه المفروض ان احنا كلنا نبقى واقفين يعني حاطين عينينا عليها، تيجي انت تطلع تقول لا اصل ما كانش ينفع عشان ده انت كده ايه، بتقطع عيش الناس. لكن هنا لا، لازم تقاطع شركه اتصالات، وبتعمل اعلان من مقاطعه شركه اتصالات عشان خاطر كره قدم، او عشان خاطر انت شايف ان في اسقاط على نادي الزمالك. يعني بانهي منطق بتتكلم عن الكلام ده؟ بانهي منطق؟ مفيش مقارنه. وانا اكن كل التقدير والاحترام لاي حد بذكر اسمه، بس انا بتكلم على حاجه وحاله معينه. لازم نراعي ربنا شويه، لازم نتكلم حتى شويه بما يرضي الله، نتكلم في حاجه. انا مش عارف والله، مش لاقي كلام اقوله، عشان بسبب ان مش عارف ان دي عقليه بتتعامل معاها ازاي، وفي الاخر نتكلم ونعلق على الجماهير. اذا كان الاعلام ده شكله، هيبقى الجماهير عامله ازاي؟ فما علينا يعني. الغاء الهبوط في الدوري المصري. ليه يا عم الحاج؟ من اجل الاسماعيلي.
ومين اول حد دعم هذا القرار؟ النادي الاهلي. عشان الناس اللي بتيجي تقول لك ان الاهلي بيقطع في الاسماعيلي والاهلي بيهد في الاسماعيلي، وهو اكتر حد بيساند. وخش شوف على مر العصور من لعيبه من كل الكلام ده، وشوف دعم النادي الاهلي المستمر للنادي الاسماعيلي في كل كبواته. من غير ما اتكلم هتشوف وهتتابع هتلاقي حاجات كتير، لكن الغاء الهبوط من اجل الاسماعيلي. سلام.